ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا بخير وصحة وسعادة. هكلمكم النهاردة عن شوية يعني سوق الانتقالات كده. حصل فيه كركبة شوية، يعني السوق المصري في الانتقالات حصل فيه شوية كركبة كده أو دربكة سريعة. يعني في خلال يومين ثلاثة كده في ناس كتيرة انتقلت من أندية لأندية تانية، وناس ما نتوقعش إن هي كانت تروح أندية وراحت أندية وهكذا. وطبعا التصريحات مستمرة معانا، طبعا التصريحات اللي هي الخزعبلية والتصريحات المعقولة، تصريحات عموما لأن البرامج الرياضية بس هي اللي شغالة حاليا. طيب، سوق الانتقالات. أولا عندك كريم الدبيس طبعا راح نادي سيراميكا. خلاص اتأكدت كريم الدبيس وخالد عبد الفتاح انضموا لنادي سيراميكا خلاص. والموضوع منتهي يعني. دلوقتي عندنا برضو محمد شكري. محمد شكري لاعب سيراميكا، لسه ما الحوار ما يعني ما اعلنوش رسميا، لكن محمد شكري لاعب نادي سيراميكا خلاص بنسبة 99.9% هينضم للنادي الاهلي. عندنا برضو اللاعب ياسين مرعي. اللاعب ياسين مرعي ده انضم واعلنوا عنه رسميا النادي الاهلي، عن انضمام ياسين مرعي لمدة 5 سنوات. في برضو عندنا المهدي سليمان. المهدي سليمان انضم لنادي الزمالك، حارس مرمى. في مفاجأة أنا بالنسبة لي شايفها مفاجأة، إن بيراميدز اتخلى بسهولة عن إبراهيم عادل لنادي الجزيرة الإماراتي. يعني أكيد ممكن يكون المقابل المادي كبير برضو، بس ما كنتش أتوقعها خالص أنا يعني. كان في دماغي كذا حد تاني ممكن يتخلوا عنه إلا إبراهيم عادل، خصوصا إن هم خايفين ومقلقين إن هو يبقى كوبري أو يروح للنادي الأهلي تحت أي ظرف من الظروف بعد سنة بعد اتنين بعد تلاتة، هو لسه صغير في السن. هم كانوا مقلقين من الحوار ده وعارفين إن هو لو طلع من بيراميدز مش هيرجع تاني غير على النادي الأهلي. فشكلها كده كوبري والله اعلم، يعني شكلها كده كوبري والله اعلم. النادي الاهلي برضو اعلن في بيان رسمي ان هو اغلق خلاص كل الابواب امام اي كلام قدام اي نادي عايز يفتح يعني في موضوع وسام ابو علي. يعني خلاص مفيش ولا نادي هيشتري وسام. الاهلي قفل الباب تماما، وسام مستمر مع القلعه الحمراء ان شاء الله الموسم المقبل. نبدا بقى بالتصريحات. جايب لكم شويه تصريحات جميله بقى. اول تصريح كابتن اسلام صادق. كابتن اسلام صادق طبعا يا جماعه ده اعلامي. يعني هو يعني حرام اقول اعلامي اصلا، يعني هو حرام اقول اعلامي. لا عارف كابتن اسلام صادق يا جماعه، مفيش حضور، مفيش كاريزما، مفيش معلومات، مفيش اي حاجه في اي حاجه عموما خاصه بالاعلام اصلا. مفيش مهنيه حتى، يعني مفيش حتى مهنيه في الكلام. مفيش اي اساسيات اعلام خالص. مفيش اي حاجه تحببك ان انت تتفرج عليه او تسمعه او تشوفه. بالعكس يعني انت لو سمعته كده اكنك حاطط حبهان تحت ضرسك. بيقول لك البيراميدز، اصل بيراميدز ده كان في برنامج اللعيبه طبعا مع مهيب، انتوا عارفين طبعا ده برنامج المثير للجدل بس في مصر كلها. طبعا بيقول لك البيراميدز بطل افريقيا. طيب لغايه هنا تمام مفيش مشكله. نسكت بقى؟ لا ما نسكتش بقى، لازم ندي حته كده علشان نسخن الناس علينا وبتاع، والناس تشتم فينا وتتضايق علينا ونرجع نقول اصل احنا ما غلطناش واحنا بنتشتم وبيحصل لنا كذا. اصله زعيم افريقيا. طب ما هي زعامه افريقيا دي الراجل رد عليه، قال له ما زعيم افريقيا دي يعني راجل ليه تاريخ كبير. زعيم افريقيا يعني مسيطر على القاره بالطول وبالعرض واكتر فريق معاه بطولات على مستوى القاره. فتقدر تقول زعيم القاره ماشي، لكن هل مثلا اقدر اقول على باريس سان جيرمان زعيم اوروبا؟ ما ينفعش يا جدعان. يعني بطل اوروبا ماشي السنه دي باريس سان جيرمان، زي بيراميدز بطل افريقيا، لكن ينفع حد يتجرأ في برنامج حتى بره يقول على باريس سان جيرمان ده زعيم اوروبا؟ مستحيل يا جماعه. يعني ساعات في ناس تقول لك يعني ريال مدريد دي قلبا وقالبا معروفه، ريال مدريد ده هو زعيم اوروبا بالتاريخ. اي حد بيشجع اي نادي هيقول لك كده. في ناس بقى تانية تنكش شويه، مثلا مشجعين ميلان يقول لك لا ميلان زعيم اوروبا، مشجعين برشلونه ما اعرفش ايه، ليفربول ما اعرفش ايه، ماشي. بس دي ناس كل فرقه دي عندها تاريخ. لكن لما تتكلم على فريق حديث يعني مانشستر سيتي ما حدش يقدر يقول عليه زعيم اوروبا، باريس سان جيرمان هكذا. فكابتن اسلام صادق يعني بيحب يثير الجدل دايما، لان زي ما قلت لكم زيرو كاريزما، زيرو حضور، زيرو مهنيه، زيرو في اي حاجه، يعني واخد زيرو بس. طيب، فاكرين لما كلمتكم على كابتن محمد عماره وقلت لكم التصريح اللي قاله في برنامج مهيب برضو، اللي هو كان بيقول اوضه اللبس عشان تهدى في النادي الاهلي لازم يطلع امام وزيزو ووسام، لازم دول يمشوا من النادي الاهلي عشان اوضه اللبس تهدى. طبعا ده تصريح خزعبلي ويطلع ما يطلعش غير من واحد اصفر وكاره وحاقد على النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي والاداريين في النادي الاهلي.
طبيعي يعني مفيش حد يقدر يقول كده، يعني انت كده يعني انت قصدك ايه بالكلام اصلا يعني. طيب طلع الرد من الكابتن احمد شوبير طبعا. طلع اتكلم وقال عادي جدا في البرنامج بتاعه اللي هو حارس الاهلي اللي بيجي على قناه النادي الاهلي. طلع اتكلم وقال لك يا كابتن عماره دي مش متوقعه منك، وده كلام ما ينفعش يتقال. احنا بنقول كده مثلا عن الناس اللي بتقول من بره النادي والحقد على النادي وهكذا، لكن حد من ابناء النادي او حد لعب في النادي او كده ما ينفعش الكلام ده يطلع منه. تمام. كلام كابتن احمد شوبير بغض النظر انه قصده مثلا يرمي كلام على كابتن عماره او يقول كلام، بس كلامه صح. يعني لو احنا سبت ايه كده اللي بيحقدوا على النادي، او سبت ايه كده لاعداء النادي، يعني كلام برضو ما يعني ما يتصدقش او ما ينفعش يتقال اساسا يعني. طيب معانا تصريح تاني لحد بقى غريب الشكل. مين؟ اقول لكم مين الممثل، وانا مش قادر اقول عليه ممثل برضه، مراد مكرم. طب ما هو مراد مكرم ده اللي عمل طبعا انتوا عارفينه، اللي هو بيقدم برنامج اكل او حاجات زي، مش برنامج اكل، اللي هو بيلف على الناس كده ويدوق الاكلات وما اعرفش ايه ويقول رايه وجوسي ولوسي والقصص دي كلها. المهم هو زملكاوي طبعا، فانا عايز اظهر بقى، يعني انا عايز اظهر اعمل ايه. مراد مكرم بيقول لك الزمالك ماشي صح لاول مره من زمان، وعشان كده مش عاجب ناس كتير، والهجوم على اشده ولسه هيشتد زياده. يا سلام، تاني المظلوميه، وتاني اعداء الزمالك، وتاني الناس اللي بتتصيد لنا الاخطاء، وتاني بيقفوا لنا في الصفقات، وشغاله الربابه. هو ده الكلام اللي شغال. في تصريح برضو كوميدي الكابتن كابتن ايه، انا بقول كابتن ما اعرفش بقول كابتن ليه اساسا، عمرو اديب، هو ملوش في الرياضه ما اعرفش بيتكلم فيها ليه، ما علينا. عمرو اديب بيقول لك عندي يقين قوي ان هذا الموسم زملكاوي بامتياز، هذا النادي العظيم سيخرج من وسط التحديات ليحقق كل البطولات، الفن والهندسه ستنصب المدرسه، وبيب بيب زمالك، من اين جاء اليقين كالعاده، احساس سنوي صيفي تقليدي. يعني الراجل بيهزر وبيروش على النادي بتاعه يعني. هو قصده يقول لك كده، قال لك انا بهزر وبروش على النادي بتاعي، ما اقصدش اعمل اي حاجه خالص يعني. في تصريح جميل قوي بقى من طفل، من طفل زي ما انتم سامعين كده، ياسين شريف اكرامي. ياسين شريف اكرامي ده يا جماعه ابن شريف اكرامي، بيقول لك ايه: انا لا اشجع الاهلي، وانما انتمي للفريق الذي يلعب له والدي، وهو افضل حارس مرمى في مصر حاليا. طبعا دي قالها عشان خاطر ابوه بس. انا بيراميدزاوي، نادي اكل عيش والدي. يا باشا انا احترم كلامك، واحترم والدك، واحترم كل حاجه، طول ما انت بعيد على اي نادي تاني، اهلي بقى زمالك، انت بتشجع بيراميدز حقك وكل حاجه. لكن مش لازم، انا لا اشجع النادي الاهلي، فاهمني؟ دي يعني مش لازم نجيب اسم الاهلي، انت قول انا انتمي للفريق الذي يلعب له والدي، حقك طبعا مفيش اي مشكله خالص. وده نادي اكل عيش والدي، وعشان والدك بياكل عيش فيه فلازم مثلا يطبل له ويعمل حقه، طبعا ده اكل عيشه وهو حر. لكن مش لازم نجيب سيره الاهلي طبعا يعني. واكيد تصريح زي كده، الاكيد يعني ان ابوه مشرف على تصريح زي كده، مش معقول يعني يا جماعه يعني، مش معقول خالص يعني تصريح زي كده هيطلع وخلاص يعني. أم، كريم حسن شحاته انا مستغربه الفتره دي، لانه هو كان طول عمره كويس ومحترم، فجاه كده طلع علينا بتصريحات غريبه. طالع يقول تصريح غريب، بيقول لك ان الكابتن محمود الخطيب كلم رئيس بتروجيت علشان خاطر يوقف صفقه حامد حمدان للزمالك، يعني بعطل الصفقات على الزمالك بمعنى اصح. كلام طبعا اتهام صريح وصارخ للنادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب نفسه. طلع رد محمد فارس قال لك اللي قاله كريم حسن شحاته عن تدخل مجلس اداره الاهلي لايقاف صفقات الزمالك يستوجب التدخل الفوري من مجلس إدارة الأهلي قبل تدخل المجلس الأعلى للإعلام. ده مشهد غير مهني وغير احترافي، وفي تحريض مباشر ضد الأهلي. والسؤال هنا، ليه الأهلي يحاول يوقف صفقات الزمالك مش صفقات بيراميدز منافسه الحقيقي محليا وأفريقيا؟ كلام معقول والله، يعني الزمالك ميت، لو هوقف صفقات أوقف صفقات بيراميدز. ليه الاهلي يحاول يهز استقرار الزمالك مش استقرار بيراميدز؟ ليه مثلا الاهلي ما حاولش الموسم اللي فات يمنع الاسماعيلي يبيع لبيراميدز عبد الرحمن مجدي، او سيراميكا يبيع لبيراميدز صديق اجوله؟ او ليه ما تدخلش لضم يوسف اوباما اللي كان فري؟ اللي بيحصل اعلاميا ده مشهد عار، وبقولها المره الثانيه لازم يكون في موقف من الاهلي نفسه قبل اي حد. محمد فارس بيقول كلام صح جدا وجميل جدا. وطبعا يا جماعه يعني انا عايز افهم حاجه، برضه مجلس اداره الاهلي غريب، انا شايف انه غريب. ليه ما بتتدخلش وتدافع عن حقك؟ سيبك من حقك انت، ما بتدافعش عن حق النادي ليه؟ انت دلوقتي راجل شغال في النادي، من اول رئيس النادي لغايه اصغر واحد في النادي، انت عارف ان النادي مسؤول منك، ودي امانه معاك، لازم تدافع عن حق النادي. انت شايف حد بياكل في النادي، او حد بيعض في النادي، او بيحصل اي مشاكل، او حد بيظلم النادي وبياكل حقه، يبقى الطبيعي ان انت ما تسكتش عن حق النادي. عايز تسكت عن حقك انت لو حد غلط فيك او شتمك، حقك. لكن حق النادي دي امانه معاك، لازم تدافع عنه يعني لغايه اقصى درجه.
دي برضو عتابي للنادي الاهلي او عتابي الكابتن محمود الخطيب، انه ما بياخدش قرارات حاسمه مع الناس اللي هي يعني بتنتقد، مش بتنتقد كمان، بتحقد على النادي الاهلي وبتوجه اتهامات صريحه للنادي الاهلي انه مسيطر على على الكره في مصر، وانه نادي الدوله ما بيتكلموش. فطبعا ده يعني لازم النادي الاهلي يتصرف مع الناس اللي زي كده علشان خاطر ما يحصلش تاني، لان الناس بدات تتجرأ والنادي الاهلي بقى يتظلم كتير جدا، وشفنا كده الموسم اللي فات يعني ما عرفش ياخد حقه عادي جدا، بقت عاديه جدا يعني مع انه اكبر نادي في القاره. تمام. كابتن احمد شوبير بيقول لك يطالب بتحرك عاجل من مجلس اداره الاهلي لتقديم بلاغ للنائب العام ضد مصطفى يونس. مصطفى يونس طبعا قال اتهامات برضه للنادي الاهلي كتيره جدا، ما انا بقول لكم يا جماعه كله اتجرأ على النادي الاهلي عشان ما فيش رد فعل. مصطفى يونس اتهم النادي الاهلي وقال لك انا مش عايز اتكلم، ولو رحت للنائب العام، لو مثلا يعني عملوا فيا بلاغ ورحت للنائب العام انا مش هسكت وهقول، يعني زي ما يكون ماسك زله على الناس اللي ماسكه النادي، او زي ما يكون مثلا في ملفات بقى هو مخبيها الراجل يعني، او ماسك حاجات على النادي يعني. ده كلام مصطفى يونس، ده قصده كده لو رحت انا مش هسكت، فمش فاهم يعني ايه اللي كان بيحصل بالظبط، يعني كانوا بيتاجروا في الاثار ولا ايه؟ المهم، آم، احمد شوبير يطالب بتحرك عاجل من مجلس اداره الاهلي تقدم بلاغ للنائب العام ضد مصطفى يونس بسبب اتهامات باطله للاهلي. شوبير اليومين اللي فاتوا تابعت هجوم كابتن مصطفى يونس على النادي الاهلي، انتقد كما شئت، ولك مطلق الحريه، لكن ان يصل الامر الى الاتهامات وامور تاتي على عكس حقيقتها هنا لابد من التوقف. الحقيقه بطالب كابتن مصطفى يونس من قناه النادي الاهلي من فضلك تقدم ببلاغ للنائب العام، ارجوك لو عندك اي اتهام ضد النادي الاهلي وضد مجلس اداره الاهلي واي مستندات واثباتات واي شهود، لا تتاخر لحظه في ابلاغ النائب العام. كلام جميل جدا، بيقول لك الراجل مش انت عندك اثباتات ان انت مش عايز اتكلم وفي اسرار عندك، روح يا باشا وبلغ على النادي الاهلي، لكن ما ترميش اتهامات جزافا. أرجوك لو عندك أي اتهام ضد النادي الأهلي وضد مجلس إدارة الأهلي وأي مستندات وإثباتات وأي شهود، لا تتأخر لحظة في إبلاغ النائب العام. وبالمقابل بطالب النادي الأهلي أن يتقدم ببلاغ للنائب العام للتحقيق فيما قاله مصطفى يونس، لأن مفيش بيننا غير القانون. كلام صح جدا، ومن يملك شيئا عليه أن يقدمه. كابتن مصطفى بنفسه قال أنا مستني اللحظة دي، فعلا هو قال كده، قال لك أنا مستني اللحظة دي عشان خاطر أروح للنائب العام وأقول كل حاجة. فانا مش فاهم الصراحه يا جماعه ايه اللي بيحصل. المشهد بقى عبثي جدا من ابناء النادي الاهلي، المفروض ان هم كانوا محسوبين على النادي الاهلي. ليه كميه الغل والحقد اللي طالعه من ابناء النادي الاهلي بالذات؟ بقى لنا سنتين او ثلاثه تقريبا في الموضوع ده، حاجه غريبه جدا، بينتقدوا انتقاد يعني اعداء النادي الاهلي ما يعملوهوش او زيهم بالظبط. كام شخص كده معينين محسوبين على النادي الاهلي. لا، لازم الناس دي يا جماعه خلاص بقى نقف ضدهم بالقانون عشان الدنيا دي تهدى، مش هنعض في بعض. يعني مشهد غريب جدا انا شايفه بقاله سنتين ثلاثه، غريب على النادي الاهلي عموما، ما كانتش بتحصل ان حد من ابناء النادي الاهلي او حد لعب في النادي الاهلي يعض فيه بالطريقه دي. شكرا يا جماعه انكم سمعتوني، والسلام عليكم.